السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مسيمنات في الفران معمرين بواحد الحشوه اللي كتكون اقتصاديه وساهلين وكيجيو مقرمشين وكيجيو لذاذ ان شاء الله. توجدوهم هكا في البوتي اولا الفطور في رمضان ان شاء الله، راه كيجيو غزالين وكيجيو لذاذ وكيجيو مقرمشين. وندوزو للطريقه ديال التحضير. هنايا غادي نوجدو العجينه هي الاولى باش ترتاح لينا بما كنوجدو الحشوه. هنا في القصريه درت انا بالنسبه للدقيق عبرته بزلافه، زلافه ونص من دقيق الفورص مغربل، ونص زلافه ديال دقيق الفينو، وعندي راس معلقه ديال الخميره وشويه الملح ومعلقه ديال العسل. صافي من بعد غادي نجمع العجينه ديالي بالماء دافي، راه ما كندلكهاش ما دلكتهاش مزيان نهائيا، المهم غير جمعتها وخليتها شويه مرخوفه، المهم ما تكونش قاصحه باش ما تعذبكمش في الطرق. صافي من بعد ما غادي نجمع العجينه ديالي غادي نديرها في بلاستيكه اولا غنديرها في السلوفان وكنخليها ترتاح. هانتوما كما شفتوا راه ما قاصحاش وما دلكتهاش نهائيا. المهم انا عجنتها وخليتها خليتها في الوقت الكافي باش انها ترتاح، هي باش ما قد ما ارتاحت راه كتجينا ساهله في الطرق. صافي هنايا العجينه ديالي كما شفتوا جمعتها ودرتها في السلوفان وغادي نخليها على جنب. وهنايا غادي ندوزو باش نوجدوا الحشوه. هنايا كما شفتوا عندي في الحشوه الصدر ديال الدجاج مغسول ومنقي وقطعته طريفات صغار، الكميه على حسب اللي عندكم اللي بغيتو. وعندي جوج بصلات درتهم دوزتهم في لاشوار باش يجيني رقيق. وعندي الشعريه فيرميسيل، الشعريه الصينيه رقدتها في الماء قطعتها طريفات صغار. والفلافل فلفله حمراء وفلفله خضراء ديروا القياس اللي بغيتو. والصوجا صلصه الصوجا. وعندي في العطريه عندي سكنجبير، الخرقوم، الابزار، التحميره، شويه ديال الملح وثومه غبره الا كاينه، الا ما كايناش غادي ديروا ديك التويمه غديروا منها غير شويه، والقزبور والمعدنوس. هنا في مقله درت الزيت تسخن، من بعد زدت عليها البصله كنحركها شويه تبدا تتهبط. ومن بعد غادي نزيد عليها الصدر ديال الدجاج ونحركهم، نبقى نحرك فيهم شويه تيبدا الطياب شويه كيدخل فيهم. ومن بعد نزيد عليهم الفلفله. بالنسبه للفلفله انا درت الحمراء والخضراء، كانت عندي مقطعه ودرتها في الفريكو. انا كنقطعها وكنديرها في الفريكو هكا كنحتاجها في البيتزا اولا هكا كنعمر بها. ممكن ديروا صفراء اولا ممكن ديروا خيزو محكوك ولا الكورجيت محكوكه. المهم الحشوه راه لكم الاختيار. صافي هنايا من بعد زدت العطريه، زدت القزبوره المعدنوس، وغنزيد صلصه الصوجا اللي حتى هي كتعطيها الصراحه واحد اللذه رائعه. صافي من بعد هنايا غادي نحركهم حتى يندمجوا كلهم مع بعضهم. صافي وغادي نبقى نطيب فيها حتى كتشرب ديك الحشوه داك الماء ديالها وكتنشف. ومن بعد كنزيد عليها ديك الشعريه الصينيه وكنحركها شويه حتى كتبان لي الحشوه كلها نشفات تقريبا من ديك المريقه ديالها. صافي من بعد كنحطها على جنب وكنوجد العجينه ديالي. صافي هانتوما كتشوفوا كيما جات، راه كيفاش جات، راه طابت موجوده. دابا زدت عليها الشعريه الصينيه. صافي وغادي نخلط كلشي، غادي نخلط الحشوه كلها حتى كتخلط ليا كلها مزيان حتى كتندمج كلها مع بعضها. صافي من بعد غادي نطفي عليها وغادي نخليها تبرد. ومن بعد غندوزو باش نوجدو العجينه ديالنا من بعد ما خليتها الوقت الكافي حتى ارتاحت وتلقات. هي هكا كتجينا ساهله في الخدمه. صافي كندهن ايديا بالزيت وكنبدا نقطعها على شكل كويرات صغار. المهم الاحسن اننا نديروهم صغيورين باش هكا كيجيونا تا قده وحده وكيجيونا زوينين في المنظر. صافي كنقطعهم على هذا الشكل. من بعد ما قطعتهم كلهم ودهنتهم بالزيت خليتهم وغطيتهم بالسلوفان باش يرتاحوا. هنايا عندي الزيت وعندي الزبده ذوبتها. والسر في هاد القرمشه اللي تكون في هاد المسمنات هادو هو معلقه ديال النشا. ضروري ديك الزبده كنديروا ليها معلقه ديال النشا.
هنا بالنسبه للمسيمنات ديالنا فاش كنطلقهم راه كندهن سطح العمل بالزيت، ومن الداخل ديالهم راه كندهنهم بديك الزبده اللي خلطت مع معلقه ديال النشا. المهم نتوما على حسب الكميه شحال درتو، على الزبده الا كانت كثيره راه كتزيدوا النشا، نتوما عينكم ميزانكم. صافي هنايا كنطلق طلقت العجينه ديالي عادي، كنطويها طويات ديال المسمن ديالنا، راه كلشي كيعرف يوجدو. صافي كنعاود ندير ليه الزبده والنشا في الداخل وكنخليهم يرتاحوا، راه كما شفتوا كنديرهم صغار. انايا تاني نفس الطريقه كندهن بالزبده، كندهن بالزيت عفوا، ومن بعد في الوسط راه كندير الزبده اللي خلطت مع النشا. وصراحه كما شفتوا فاش العجينه كتعجنيها على اتساع وكتعطيها الوقت ديالها الكافي راه كتجي ما كتعذبكمش في الخدمه، راه دغيا كتطلق. ومن الاحسن انكم ديما تطلقوها على جنب وتحاولوا انكم ما تخليوهاش تغطي عليكم. صافي وهنايا كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالي كلها. ومن بعد كنبدا كنعمر فيهم. فاش كنبدا كنعمر كنبدا بهادوك الاولانيات اللي قاديت تلقاهم تاني حتى هما ارتاحوا بداو كيطلقوا باش ما تعذب، باش دائما العجينه ما تعذبكمش. صافي وكنبدا بهذيك الاولى هي باش كنبداو كنعمر المسمنات ديالي بالحشوه. صافي هنايا من بعد ما كملت كندوز الاول مسمنه وجدتها، كنهزها كنطلقها على هذا الشكل، على هذا الشكل تكون مربعه، ونحاول اننا نقادوها. صافي من بعد كناخذ الحشوه ديالي كنوضعها في الوسط وكنطوي هذوك الجنيبات، وكنحاول انني نقادها على شكل يكون مربع، وكنحاول انني نقادهم باش يجيوني كلهم على شكل واحد وتقاده وحده. صافي هنايا غادي نعاود معكم واحده اخرى حتى هي كنطلقها بنفس الطريقه. وكما كتشوفوا راه فاش كتكون العجينه مطلوقه راه كتجينا سهله في الخدمه. صافي هنايا من بعد ما طلقتها وكنحاول دائما انني نقادها، كنعاود كنحط الحشوه ديالي في الوسط وكنطويها من الجناب. كنبدا بالطويات بجنب اللي اونفاس مع الجنب الاخر وكنحاول انني نقادها. صافي هنايا كنحطهم في الطاوه في اللاطه اللي غادي ندخل الفران. المهم هنايا كنستمر انا بنفس الطريقه حتى كنكملهم كلهم، وكنتمنى البنات تجربوهم، راه ساهلين وكما شفتوا راه ما فيهمش بزاف مقادير، راه يعني حشوه في المتناول. ونتمنى انكم تجاوبوني في التعاليق ديالكم. هنايا كما شفتوا صافي من بعد ما كملتهم وحطيتهم في الطاوه اللي غادي ندخل الفران. هنايا انا درت دهنتهم بصفر بيضه مع شويه ديال الحليب، خلطتهم وصافي ودهنتهم بهم. وكناخد موس اولا كيتور، كت كنحاول انني ندير شريطات هكا. المهم صافي ومن بعد كتزينوهم باللي بغيتو. انا درت زينتهم بالبافو او الخشخاش، ممكن تزينوهم بالزنزلان اولا الحبه السوداء، المهم اللي متوفر عندكم اولا بالفرماج، المهم اللي كان. وفي هاد الاثناء انا راني مسخنه الفران، شعله الفران مسخنه على درجه الحراره 180 حتى 190. المهم راني ومشعله من الفوق ومن التحت. صافي هنايا من بعد ما كملت الطاوه الاولى دخلتها الفران، ودابا غادي نكمل الطاوه الثانيه غادي ندخلها وبنفس الطريقه. المهم كندهنها بالبيض بصفر بيضه وبشويه ديال الحليب، وكنشرطها وكنعاود ندير عليها البافو اولا كنزين باللي كاين. صافي وكندخلهم الفران. وها المسمنات ديالنا كما شفتوا جاو رائعين، لا في الشكل ولا في المذاق، جاو غزالين ولذاذ. نتمنى انكم تجربوهم. الحشوه جات غزاله واقتصاديه، زوينه بزاف بزاف، وكذلك الشكل ديالهم. وهانتوما كتشوفوا القرمشه ديالهم راه كتسمعوا راه كيجيو غزالين. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في التعليق كيفاش جاوكم. وان شاء الله غادي نعاود نحط لكم
هكا بحال هكا بسطلات، المهم بريوات، المهم مملحات اللي ان شاء الله غادي تحتاجوهم في رمضان بحشوات اقتصادي وبصحة والراحة مع واحد كوز ديال الاتاي. يا سلام. بصحة والراحة، ونتمنى الفيديو يعجبكم.